بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكمل بقى الكلام عن الكود اللي احنا هنعمله علشان نعرف الكاستم ماتريكس اللي هي كانت موجوده في البيبر ونحسبها. طيب، نفس الفكره بتاعت المره اللي فاتت، يعني الحاجات معظمها تقريبا اللي هي ستريم جيومتريك، يعني محتاج في كل باتش يقعد ابديت الست فاريبلز بتاعتك. تمام، فاحنا هنعرف السنسيتيفيتي، السبيسيفيستي، والاف 1 سكور. كلهم نفس الفكره، مفيش اي تغيير فيها. تمام. طيب، فادي السنسيتيف ديت الانت مديها لها ثريشولد معين، ديفولت نص يعني النيم سنسيتيفيتي. تمام، عملنا انهيرت اللي هي الامر بتاع سوبر يعني وكده. عرفنا الثريشولد، وعرفنا تي بي وي اللي هي ترو بوزيتيف وفولس نيجاتيفز. نفس الفكره، ادويت زيروز والاسامي بتاعتها. الابديت ستيتس ديت لما نعدل فيها الستيت فاريبلز بتاعتي، ترو واي بريد، والسامبل ويت نخليها نون. تمام. الواي بريد بيساوي، هنشوف الحاجات اللي هي اكبر من او يساوي الثريشولد. طيب بقى هي دي تنسور جاهز، فمش محتاجين نحول لتنسور. نفس الفكره بنشوف الحاجات اللي بتساوي واحد وبتساوي ترو، وواحد وفولس اللي هي ترو فولس، ترو بوزيتيف او الفولس نيجاتيف. اللي هنا واحد، اللي هنا ترو مش فولس. هنا الواي بردنا جايه من هنا، اللي هي الاكبر من الثريشولد. فهنا دي كده الاوتبوت بتاعها ترو فولس، فانت بتقارن اللي هو تشوف الحاجات اللي هي ترو فولس. تمام، اللي هي ده اند ده. وهنا الفكره برضو واي ترو واحد علشان هو جاي من هنا فين، اللي هي الواي ترو. الواي ترو اللي هو الاصل، مش ترو فولس، لا 0 1. تمام. ف الواي بريد برضو فولس، وهنا واحد، فهتحول دوت ليه فلوت. جمع العدد في كام ترين اكزامبلز او الكونديشنز ديت، ويضيفها على تي بي او الاف ان. في الاخر جمع اقسم او جمع واسم. دي كده السنسيفيتي. السبيسيفيستي نفس الفكره، مفيش اي تغيير فيها. طبعا مختلف بس المعادله نفسها او الحاجات اللي انت بتحسبها. تمام. الاف 1 سكور اللي هي 2 في البريسيشن في الريكول في البسط على مجموع بريسيشن زائد الريكول. تمام. فانت محتاج تحسب بريسيشن، محتاج تحسب ريكول، وفي الاخر تجمع وتضرب وتقسم. عشان تجمع تحسب البريسيشن ريكول محتاج الاربع حاجات: ترو نيجاتيف، ترو بوزيتيف، تو فولس بوزيتيف، وفولس نيجاتيفز. طبعا الثريشولد بتحدد. الابديت ستيت برضه نفس الفكره، 0 فولس، 1 ترو، 0 ترو، 1 وفولس. تمام. هتجمع الحاجات وتحسب في الريزلت ايه بقى. هنا بقى حاجه كده، هنا محتاج ايه؟ محتاج تقسم، او يعني هنا جمعنا او ضفنا القيم على التي ان والتي بي والاف بي والاف ان. تمام. محتاج احسب بريسيشن. البريسيشن في اسمه بسط على مقام. تمام. ممكن في البدايه مثلا او في وقت معين يبقى المقام بصفر، فالاسم مش هتشتغل، ما ينفعش اسم على صفر. تمام. فهنا جوه التي اف جوه الماس في حاجه اسمها ديفايد نونان. لو المقام بتاعك بزيرو، يعني في اسم يكمل اسم، يعني ايه، كانه بيزود رقم صغير جدا على المقام. تمام. فالباست بتاعك اللي هو تي بي على تي بي زائد اف بي. تمام. ده بريسيشن الريكول. برضه نفس الفكره، اللي هو تي بي والمقام بتاعك تي بي زائد الاف ان، والاف 1 سكور اللي هو تي اف. برضه نفس الفكره، انت بتقسم برضه بقى الضرب على الجمع. تمام. فاتنين في بريسيشن في الريكول على بريسيشن زائد الريكول، في الاخر بيرجع لك الاف 1 سكور. تمام. بنكريت الاوبجكت بتاعنا اللي هم سنسيتيفيتي بالسبيس والاف 1 سكور من غير الثريشولد نص ديفولت. تمام. لو انت بقى عايز تخلي الثريشولد بتاعك متحكم فيها، هتضيف بس داله اللي هي جيت كونفج، وتضيف السيرف دوت ثريشولد جوه الكونفج بتاعك، زي ما كنا عملنا في الفيديو اللي فات، او زي ما مكتوب في الفيديو اللي فات. تمام. وفي وانت بتعمل كومبايل في الماتريكس، ادي الاكيورسي جاهزه، دي اللي موجوده ديفولت في الموديل. السنسيتيفيتي اللي هنا،
مش دي الاس سمول مش اس كابيتال. تمام. والسبيسيفيستي هنا البريستيشن جوه متعرفه جاهزه جوه التنسر فلو يعني، بس ريشولد نص. تمام. اف 1 سكور اللي هو اللي هنا، والاي يو سي اللي هي بتاعه الار او سي برضه متعرفه جاهزه، والبي ار. تمام. وبترن عادي الموديل بتاعك. تمام. طيب فده كده كان الكود اللي هو بتاع الماتريكس سنسيتيفيتي السبيسيفيستي والاف 1 سكور. في حاجه هنتكلم عنها بعد كده اللي هي تبع الكول باكس، اللي هي حاجه اسمها التنسر بورد. تمام. فده هنخليه ليه المره الجايه. حاجه اخيره بس، شايفين الاسامي اللي هنا اللي هي الاف 1 اس كابيتال سكور، والسبيسيفيستي الاس كابيتال، والسنسيتيفيتي الاس كابيتال. دي الاسامي اللي هتطبع وانت بتعمل تريننج. تمام. فلو انت معرف كول باكس مثلا ايرلي ستوبنج او اي حاجه بتستخدم حاجه من الماتريكس دي عشان مثلا توقف التريننج او تسيف، فمحتاج يكون الاسم هو نفس الاسم اللي فوق. يعني هنا مثلا براقب الفال اف 1 سكور، فالفال سمول اندرسكور، الاسم اللي بعد الاندرسكور هو نفس الاسم اللي هنا. لازم لو خليت مثلا الاس سمول هيقول لك اللي هو مش لاقي المترك دوت، فمش هيعمل ايرلي ستوبنج. تمام. ده فايده الايه النيم اللي انت معرفه هنا. تمام. عشان وانت مثلا شغال في الكول باكس بتاعتك لازم تكتب الاسم بالظبط بالكابيتال بالسمول بكل حاجه. تمام. التريننج هيبقى بس الاسم ده، الفاليديشن هتزود قبليه الفال سمول اندرسكور بس. تمام. طيب فده كده كان تعريف الماتريكس مع الكود بتاعنا، وتاخد بالنا من التسميه بتاعت كل مترك انت بتعرفه عشان لو تستخدمه مع الكول باكس. تمام. وده كده كان الفيديو بتاع كده. احنا خلصنا الماتريكس في الموديل، ناقص في اللاير بس تعريف اللي هو ايه الكونف 1 دي، الكونفوليوشنال، والجلوبال ماكس بولينج. تمام. بس كده. طبعا تنسر بورد. تمام. نكمل بقى لحد بقى في الفيديو اللي جاي او في الفيديوهات اللي جايه، واتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.